ازاي بنركب البورسلين؟ في عاملين مهمين بيفرقوا معايا في تركيب البورسلين عن السيراميك. رقم واحد وهو كثافة البورسلين، رقم اتنين معامل التمدد اللي موجود في البورسلين. طبعا كلنا عارفين انه كثافة البورسلين اكبر بكتير من كثافة السيراميك، وده بيخليني لو جيت اركب البورسلين على المونة مش هيحصل تماسك بيه، لانه المونة مفيش مكان تقدر تتماسك فيها مع البورسلين. فبحتاج ان انا ادخل عامل مساعد وهو المادة، ايا كانت المادة منين، ولكن مادة مخصصة لتركيب البورسلين هي بتتماسك بشكل كويس مع ظهرية البورسلين، وبعد كده بتتماسك بدورها المادة مع الخلطة الأسمنتية، وده بيخلي تركيب البورسلين بطريقة صحيحة. رقم اتنين، ازاي اقاوم التمدد اللي بيحصل في البورسلين، وده بعالجه بان انا بترك فواصل موجوده بين البورسلين وبعض، والفواصل دي بعملها بالمشابك والكليبسات بحيث انها تكون قابله انه يحصل فيها تمدد وانكماش، وطبعا بسقيها بماده مخصصه لانه يحصل فيها التمدد ده. طيب ازاي بركب البورسلين؟ اصلا البورسلين في منه نوعين، اما انه يكون بورسلين صغير وهو زي ال 60 في 60، وده مش محتاج غير ان انا امشط ظهريه البورسلين بالماده واركبه مباشره على المونه. يفضل ان انا اسيب الماده تنشف عليه، بعد 24 ساعه اركبه مباشره على المونه علشان يحصل تماسك جيد، مش محتاج ان انا اصب الارضيه. ولكن البورسلين الكبير، وده طبعا علشان حجم البلاطه ووزنها بيكون اكبر، فهو محتاج سطح مستوي تماما، فبالتالي بصب له الارضيه وامشط ظهريه البورسلين بالماده بتاعتي واركبه على الارضيه بعد ما تكون الارضيه مصبوبه كويس جدا. وطبعا يفضل ان انا ادهن الارضيه نفسها بادي بوند علشان يحصل تماسك بشكل